فجاءت قصته المشهورة مع هشام عندما أقبل في الحج والحجيج مكتظون على الكعبة، فلم يستطع أن يقبل الحجر وحاشيته، فنصبوا لهم منابر ينظرون إلى المطاف من عليها، فأقبل علي بن الحسين وعلى وجهه أنوار النبوة، أنوار إرث النبوة، فما أن أقبل وهو المنكسر المطأطئ رأسه الخاضع لربه المتواضع لعظمته، كان يمشي اقتداء بجده صلى الله عليه وآله وسلم، ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لكنهما أن أقبل بتلك الطلعة حتى انشق الناس في المطاف إلى صفين، واخترقهم ليقبل الحجر ويطوف، ثم يقبل الحجر ويطوف، ثم يقبل الحجر ويطوف. فتعجبت الحاشية التي مع هشام وقالوا: من هذا الذي أجله الناس ولم يجلوك؟ شعر الرجل بالخطر. نحن أصحاب الملك الذين أهرقنا الدماء ونهبنا الأموال وفعلنا ما فعلنا، ونلنا من هذا ومن أبيه ومن آل بيته بما نلنا، وظننا أننا قد تمكنا منهم، لكني أرى اليوم خلاف ذلك. اهتز الرجل وقال: لا أعرف من هذا. فقام الفرزدق الذي نصح لأبيه الإمام الحسين وهو يشعر بالحرقة أنه اكتفى بالنصح فقط، فقام ليستعيد ما فاته في هذا الموقف، وقال: ولكني أعرفه يا هشام. وأنشأ قصيدته يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان: حسن الخلق والشيم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لا إله إلا الله، هذه لاؤهم التي يعرفونها. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. يغضي حياء، يطأطئ رأسه من الحياء، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ينشق ثوب الدجى عن بدر غرته كالشمس، تنجاب عن إشراقها الظلم، إلى آخر أبياته. فاغتاظ وقال: اسجنوه، وظن أن سجن أحباب آل البيت يحول بين أرواحهم وبين التحليق في مراتب محبتهم.